مساء الخير. مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. تحيه لكل الجزائريين، تحيه لكل اخوه الافاضل، لكل الناس اللي راهم يتبعوا فينا. شكرا على الدعم، شكرا على البارطاج، شكرا على الكلمه الطيبه، شكرا على كل الرسائل التي تصلني، وشكرا على التعليقات الرائعه اللي راهي تطلعنا في المورال. بارك الله فيكم خوتنا. وتحيه لكل شخص راه يشوف الفيديو، راه يبارطاجي، راه يدير لايك قبل ما يتبع الفيديو. اذا الجزائر بشعار اضربوا يعرف ما ضربوا. دخل واحد الكاتب متابعينا الكرام، كاتب جاء من فرنسا، كاتب جزائري فرنسي، هو يعني فرنسي. طبعا يعتقد بأن الدخول إلى الجزائر كما الدخول إلى الزريبة. هذا الشخص الذي ثبت عنه بأنه جاسوس لدى فرنسا وجاسوس لدى الولايات الزريبية البرتوشية. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. توقيف الكاتب بوعلام صنصال بمطار الجزائر، سنصلوه للحراش. لما تلقى زعماء اليمين المتطرف إريك زمور وماري لوبان المهددة بالسجن، والكثير خاصة الإعلام الزريبي، لأن هذا الشخص لديه الكثير من الأسرار التي من شأنها أن تدمر إعلام الزريبة وتهلكهم. على بها راهم خايفين من الاستجواب اللي راح يصرى لهذا الشخص. لو موند، توقيف الكاتب بوعلام صنصال بمطار الجزائر، حيث كشفت مصادر أن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال تم صنصلته وتم توقيفه يوم السبت 16 نوفمبر لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي قادما من باريس. وذكرت صحيفة لو موند الفرنسية أن صنصال 75 عاما تعرض للتوقيف من طرف عناصر المديرية العامة للأمن الداخلي الجزائري، من المقرر تقديمه أمام المدعي العام. بحسب المصدر لم ترد أي أخبار عن الكاتب منذ تاريخ توقيفه، مما أثار قلقا لدى دار جالمار التي تنشر أعماله. ونقلت صحيفة لوموند عن صديقه كازافي درينكور سفير فرنسا بالجزائر السابق طبعا، الذي عاهد على نشر كل الأكاذيب ونشر الافتراءات ونشر الخرط على الجزائر. إذن حيث نقلت كما قلت صحيفة لوموند عن صديقه كازافي درينكور سفير فرنسا السابق قوله: اعتقدنا أن السلطات صادرت هاتفه الخلوي لدى وصوله إلى مطار الجزائر، لكنه لم يرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاص به أو تطبيق الواتساب أو خطه الأرضي في المنزل. وأضاف السفير الفرنسي السابق بالجزائر أنه تناول العشاء مع المؤلف قبل يوم من مغادرته باريس نحو منزله بالجزائر على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية. اليمين المتطرف بفرنسا يطالب بإفراج طبعا عن هذا الشخص، حيث طلب عدد من السياسيين الفرنسيين من اليمين المتطرف الحكومة الفرنسية بالتحرك للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال. أنا يعجبوني هذوما الفرنسيون وأبناء فرنسا، قال لك تحركوا ويطالبون. احنا عندنا الجزائر ما عندناش فرنسيون يطالبون من الجزائر، احنا عندنا تغلط قزولة سيلونا حتى تتربى. احنا ما عندناش فرنسا تطالب ولا فرنسا تأمر ولا فرنسا تدير، ولا احنا تغلط تخلص. نديروا معك تحقيق، العدالة الجزائرية جامي لا تظلم، العدالة الجزائرية تغلط تخلص ما فيهاش. وأيضا قال لك طلب إيريك زمور وطلب طبعا ماري لوبان، حيث كتبت ماري لوبان في منشور على منصة إكس: الكاتب والمواطن الفرنسي بوعلام صنصال لم يسمع عنه منذ فترة، هذا المناضل من أجل الحرية والمعارضة الشجاع للإسلام السياسي قد يكون تم اعتقاله من قبل النظام الجزائري. هذا الكلبة تاع ماري لوبان قتلكم الإسلام السياسي. سبحان الله، يخافوا أي واحد حتى مواقع التواصل الاجتماعي، أي واحد مدير لحية يخافوه. وأضاف أن حالة غير مقبولة، يجب على الحكومة الفرنسية التحرك من أجل إطلاق سراحه. يا عمري فرنسا الحكومة الفرنسية تهضر مع الجزائر تقول لها أطلقي سراحه. أما إيريك زمور فعلق: لقد صدمت عندما علمت باعتقال صديقي الكاتب بوعلام صنصال. يقول لك قل لي من هو صاحبك أقول لك من أنت.
إنه مناضل حقيقي من أجل الحرية، ويجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنه. فرنسا أسباب التوقيف: حتى الآن لم تعلن أي جهة رسمية في الجزائر توقيف الكاتب المعروف بأفكاره المثيرة للجدل حول الهوية الجزائرية والعلاقة مع إسرائيل. 2012 زار صنصال إسرائيل وأطلق فيها تصريحات مستفزة يدعو فيها السلطات الجزائرية إلى منح تأشيرة الدخول إلى كتاب إسرائيليين مثل ما منحته حكومة الاحتلال الإسرائيلي التأشيرة على حسبه أو على حسب قوله. 2012 صنصال زار إسرائيل واستفز الجزائر من إسرائيل. كما أثار الكاتب سخطا واسعا في الجزائر عندما نشر له مقالا بصحيفة لوموند سنة 2016 شبه فيه الهجوم الإرهابي على مدينة نيس الفرنسية بما كان يقوم به ثوار الجزائر ضد المستعمر الفرنسي. هذا الكبول هدايا اللي ما عجبوش ثوار هذا وباباه وإيريك زمور والجماعة الحركة وهذوك بعض الحركة اللي رانا عايشين معاهم ثاني، ما يعجبهمش الحال لما نتكلموا على فرنسا بهذه الطريقة، ولا لما نقولوا باللي الجزائر أو الثوار الجزائريون كانوا يدافعوا على أنفسهم. نفس الشيء اللي راه صار الآن مع فلسطين. ما يعجبهمش الحال لما نتكلموا على الإخوة في فلسطين وش راهم يديروا. كي تهضر يقول لك يا ودي انتم إرهاب. وأصبحت روايته المسمومة 2084 الصادرة عن دار جالمير مادة دسمة لدعم أفكار اليمين الفرنسي الرافضة لوجود الإسلام في فرنسا. كما دأب الكتاب على معالجة مواضيع تتعلق بالتحولات السياسية والاجتماعية في الجزائر من خلال روايته، طبعا مثل كتابه الأول قسم البرابرة الذي تناول فيه العوامل التي أدت إلى العشرية السوداء، وقرية الألماني الذي ناقش العلاقة بين النازية والحركة المناهضة للاستعمار. تصريحات خطيرة. أدلى الكاتب الفرنسي مؤخرا بتصريحات خطيرة في برنامج على يوتيوب قد تفسر توقيفه، تحدث فيها عن العلاقات الاستعمارية بين فرنسا والمغرب. وادعى الكاتب المتصهين مثل ما يصفه البعض أن فرنسا لم تحتل المغرب بسبب كونه دولة كبيرة، بين تمكنت من احتلال الجزائر التي كانت حسب ادعائه جزءا من المغرب في فترة الاستعمار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ما لا ضحكني أنا. فهمت والله، حباكم حاجة حبست لي مخي. أنا تبالي راح نولي كاتب، على بالك أنا يخمم نولي كاتب. ما فهمتش أنا كيفاش يخيروا في الكتاب، على أي أساس يخيروا في الكتاب ويديروهم كتاب. انت واحد حمار شخص برتبة حمار ديروا كتاب يقول لك أنه الجزائر كانت تابعة للمغرب قبل الاستعمار. ووصف البعض هذه التصريحات بأنها خط أحمر بالنسبة للسلطات الجزائرية قد تعرضه للمحاكمة. طبعا ما يهمنيش أنا نقول لكم شكون هو هذا بوعلام صنصال هدايا، فهمتوني؟ هذا صنصال هدايا متابعينا الكرام من بين زونات التاريخ، كما أدرجه الروائي رشيد بوجدرة، سماه زونات التاريخ الذين يتحدث. طبعا عند الكتاب اسمه زونات التاريخ، يتحدث هذا الكتاب عن الجزائريين الذين تصالحوا مع الاستعمار الفرنسي وتنكروا لتضحيات أجدادهم في نيل الاستقلال. ما عندوش بزاف من اللي ادى لا ناسيوناليتي الجنسية الفرنسية، وكان يخطط باش يعيش ثم. الحمد لله أن السلطات الجزائرية حكمت هذا ما على بالناش حنا ما على بالناش اسكو حكمته الجزائر ولا كش ما على بالناش، ما عندنا حتى معلومات لحد الآن. لكن هذه هي التصريحات التي أطلقها هذا المتصهين، والذي نشكر طبعا الدولة الجزائرية إذا تحركت، إذا كانت هي اللي اعتقلته. وإن شاء الله العاصير، إن شاء الله القرعة بإذن الله باش يتربى. هذوما الجواسيس وهذوما العملاء إن شاء الله كل يوم يضربون كما هكا. المهم ألف مبروك تأهل المنتخب العسكري الجزائري إلى النهائي الكأس الإفريقية التي تقام في أبوجا النيجيريا. تحياتي لكل إخوة الأفاضل، ما تنسوش اللايك والبارطاج، دعمونا خوتنا باش يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين. كان معكم الياس، السلام عليكم. مع الأستاذة فاطمة بن إبراهيم محامية المدعي سعادة عربان، مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة، في قضية كمال داود.
قال مقربون من الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال أن الكاتب انقطعت أخباره منذ مغادرته إلى الجزائر العاصمة يوم السبت الماضي، ولم ترد أي أخبار عنه منذ 6 أيام وفق تعبيرهم. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية فيصل مطاوي. فيصل، أهلا ومرحبا. هل من معلومات رسمية متوفرة عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي انقطعت أخباره منذ يوم السبت الماضي؟ حكيم، لا توجد معلومات رسمية إلى حد اللحظة، ولكن بحسب ما علمنا فقد تم توقيف بوعلام صنصال الكاتب الجزائري الفرنسي يوم السبت الماضي 16 من شهر نوفمبر بعد قدومه من باريس نحو الجزائر العاصمة، وبعد خروجه من مطار هواري بومدين الدولي حاملا لجواز سفر فرنسي. وقد تم تقديم الكاتب الفرنسي أمام وكيل الجمهورية بعد إنهاء التحقيقات معه، وسيتم تقديم الكاتب الفرنسي أمام وكيل الجمهورية في غضون الأيام المقبلة بعد إنهاء التحقيقات معه من طرف المصالح الأمن المكلفة بذلك. المتابعة القضائية حكيم تكون مرتبطة بتصريحات أخيرة لبوعلام صنصال وسيلة إعلام فرنسية قال فيها أن سبب المشاكل الحالية بين الجزائر والمغرب هو قرار فرنسا إعطاء جزء من المغرب كما قال بعد استعمارها للجزائر عام 1830، وذكر غرب الجزائر وحتى بعض المدن وهي مثلا تلمسان ووهران معلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة كما قال بعض المؤرخين والعارفين بشمال إفريقيا. وحتى أن صنصال برر دخول الجيش المغربي بعد استقلال الجزائر عام 1963 برره برغبة الرباط لاسترجاع أراضيها في الجزائر كما قال، وشبه هذا بما يحدث في غزة حاليا. طبعا حكيم، بوعلام صنصال يتابع بعد هذه التصريحات ببعض التهم منها مثلا المساس بالوحدة الوطنية، المساس بالسلامة الترابية للبلاد، والتحريض من أجل تقسيم البلاد. المادة 79 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن من 1 إلى 10 سنوات كل من يعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن. وقد تصنف بعض الأقوال في خانة الأفعال الإرهابية. وعادة حكيم أن بوعلام صنصال ينتقد في الجزائر بسبب مواقفه المعادية للجزائر ولتاريخها ولهويتها، وهو كذلك بحسب من ينتقده كذلك يروج لأفكار اليمين المتطرف الفرنسي المعادي للمهاجرين وللجزائر. وحتى اليوم هذا المساء في فرنسا لاحظ البعض أن أغلب ردود الفعل المطالبة بإطلاق سراح بوعلام صنصال واردت من اليمين واليمين المتطرف الفرنسي، وبعض المعلقين كذلك ينتقدون صنصال كثيرا بسبب مواقفه المساندة لإسرائيل. كل الشكر الجزيل لك فيصل مطاوي مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية متحدثا من الجزائر العاصمة.